قرية صغيرة فوق الجبل في الأقصر، في عيلة عايشة فوق كنوز الفراعنة من غير ما حد يعرف. مش حاجة من الخيال، ده كلام حقيقي ومكتوب في تاريخ علم الآثار. عيلة واحدة من قرية واحدة. عرفت سر كنوز جوه الجبل من أكتر من 3000 سنة، وقرروا يخبوه عن العالم كله لمدة 10 سنين. السلام عليكم، أنا أيمن محمد. النهاردة هنحكي حكاية عائلة عبد الرسول. عائلة عبد الرسول دي اكتشفت أعظم خبيئة ملكية في تاريخ مصر القديمة، وكانت هتدفن السر ده معاها للأبد. استعد معايا لأن الحكاية دي فيها خيانة وكنوز وفلوس وملوك ماتوا من آلاف السنين بس لسه بيأثروا على حياة الناس لحد دلوقتي. تعال نرجع لورا كده في قرية صغيرة اسمها الشيخ عبد الكرنة. فوق البر الغربي في الأقصر. القرية ديت مش قرية عادية، هي مبنية فوق وجود المقابر الفرعونية نفسها. تخيل معايا البيوت مبنية حرفيا جوه وفوق مقابر اتنحتت في الصخر من آلاف السنين. الناس اللي عايشين هناك من قرون عارفين كل حجر وكل ممر في الجبل. مش بس عارفين، ده كانوا عارفين أسرار محدش في العالم تاني يعرفها. من ضمن العائلات ديت كانت عائلة عبد الرسول. عائلة تبلك في الظاهر فلاحين، ناس بسيطة بيشتغلوا في الأراضي، لكن في الحقيقة هما كانوا بيعملوا حاجة تانية خالص. في الليل كانوا نباشين قبور. من قبل ما يتولد أحمد عبد الرسول بكتير عيلته كانت شغالة نباشين قبور، وكانت بتبيع اللي تلاقيه. وده ما كانش سر غريب وقتها، كانت صنعة منتشرة في صعيد مصر خصوصا في الكرنة. كل عيلة عندها منطقتها اللي بتنبش فيها، وكل واحد كان عارف حدوده كويس. العيلة ديت كانت بتاخد التحف والمومياوات الصغيرة وكانت بتبيعها لتجار أوروبيين كانوا بيجوا مصر وقتها بحجة السياحة أو البحث العلمي، بس في الحقيقة كانوا بيشتروا آثار مهربة بفلوس كويسة. كانت تجارة قديمة موروثة من الجد للأب. ما كانش في حد بيتكلم فيها قدام الناس، بس اللي حصل بعد كده غير كل حاجة. الاكتشاف اللي هز التاريخ في يوم من الأيام سنة 1871 أو حسب بعض المصادر في وقت قريب من كده. أحمد عبد الرسول كان بيمشي وقتها في الجبل، لقى معزة من معيزه وقعت في حفرة. لما نزل الحفرة يجيبها لقى نفسه قدام حاجة ما كانش يتخيلها. ممر منحوت في الصخر نزلك لتحت مسافة طويلة. نزل تحت وكان كل مكان ينزله كان بيحس ان الهواء بيتغير، ريحة الزمن القديم بقت اوضح. في الاخر وصل لأوضة مليانة توابين. بس ما كانتش توابيت عادية، كانت توابيت عليها أسماء ملكية، أسماء كان يحلم أي عالم آثار إنه يشوفها. رمسيس الثاني، سيت الأول، أحمس الأول، تحتمس الثالث، إشارات من أعظم فراعنة مصر مرصوصين جوه ممر واحد. ممر تحتمس الثالث. العيلة كانت لسه واقفة قدام أعظم اكتشاف مر في كل العصور، محدش كان يعرف غيره. بدل ما يبلغوا الحكومة، العيلة قررت تستغل الاكتشاف، وهنا ابتدأوا يخش المقبرة بالتدريج، ياخدوا تحفة من هنا، تمثال من هناك، ويبيعوها في السوق السوداء لمدة وصلت لحوالي 10 سنين. العيلة كانت عايشة على كنز ملوك الفراعنة
لوحدها، ومن غير ما يحسسوا حد كانوا بيبيعوا القطع لتجار في القاهرة، واللي بيشتروها ما كانش يعرف هي بتيجي منين. بس كل سنة وليه نهاية. الشك هنا بيبدأ في أوروبا، بدأت تظهر قطع أثرية غالية جدا ونادرة جدا في الأسواق هناك. وفي المزادات بتاعت التحف، علماء الآثار هنا اللي كانوا بيتابعوا السوق لاحظوا إن فيه حاجات غريبة بتظهر. برد ملكي، تماثيل منحوت خط هيروغليفي بيخص ملوك معينين، أدوات جنازية ملكية معينة. هنا السؤال اللي ابتدى يتسأل، ازاي قطع بالمستوى ده تظهر من غير ما يكون في اكتشاف رسمي معلن؟ مصلحة الآثار المصرية وقتها تحت إدارة عالم المصريات الفرنسي جاستون ماسبيرو بدأت تحقيقات هادية. كل الشكوك وقتها اتجهت بسرعة لقرية الكرنة المعروفة من زمان في نشاطها في تجارة الآثار المهربة. السلطات ضيقت الحصار على العيلة، بس هنا السر فضل محفوظ لحد ما حصلت حاجة محدش قدر يتحكم فيها، الخلاف العائلي. توتر بين اخوات عبد الرسول على تقسيم الكنز، وحصة كل واحد منهم زاد لدرجة ان واحد منهم حسب الروايات المكتوبة محمد عبد الرسول راح بنفسه لمدير الآثار وكشف السر كله. في ابريل سنة 1881 بعد سنين من السرقة الصامتة، العيلة اعترفت بمكان الخبيئة بالظبط، والعالم كله وقتها اتفجر بالخبر لما الفريق الأثري ده المقبرة المعروفة علميا باسم DB 320 ما لقوش بس ملك واحد أو اتنين، لقوا أكتر من 50 موميا ملكية وكاهنية متجمعة في مكان واحد. كانت قدماء مصر في فترة اضطرابات سياسية بعد العصر الفرعوني نقلوا المومياوات ملوك من مقابرهم الأصلية في وادي الملوك في مكان واحد سري عشان يحموها من اللصوص واللي بيهددهم. يعني المقبرة دي كانت أصلا مخبأ سري فرعوني قديم. لقابل صدفة عيلة من نباشين القبور في القرن 19 الكهنة خبوا الملوك من اللصوص، وفي الآخر اللي اكتشفهم كانت اللصوص. الحكومة المصرية حققت مع العيلة وبعد أفرادها وجعوا عقوبات بسيطة، بس ما فيش عقاب قاسي زي ما كان متوقع. بس دلوقتي وفي وقتنا الحالي العقاب قاسي جدا. السبب لأن الحكومة وقتها كانت عايزة تستغل خبرة العيلة الواسعة بالمنطقة بدل ما تعاقبهم بأسوأ. والمفاجأة الأكبر بعد سنين أحد أفراد نفس عيلة عبد الرسول كان من ضمن العمال اللي شاركوا في اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون سنة 1922 مع هوارد كارتر. استفاد استفادوا من معرفته العميقة بجبال البر الغربي. النهاردة أحفاد عيلة عبد الرسول لسه عايشين في الكرنة. بعد السكان المحليين بيقولوا إن العيلة لسه عارفة أماكن تانية في الجبل ما اكتشفتش لحد دلوقتي، وإن المعرفة دي بتتورث بالسر من جيل لجيل. ما فيش دليل رسمي على الكلام ده طبعا، بس الحكاية نفسها بقت جزء من عادات المنطقة. كل أهل الكرنة عارفين حكاية عبد الرسول وبيتكلموا عنها كأنها مش تاريخ بعيد
ولسه حاضرة معاهم في حياتهم اليومية. يمكن الجبل اللي عايشين عليه فيه أسرار تانية لسه نايمة في انتظار حد يلاقيها. حكاية عيلة عبد الرسول مش بس حكاية عن سرقة الآثار، هي حكاية عن ازاي سر بسيط ممكن يتحول لأعظم اكتشاف في تاريخ علم المصريات، وازاي طمع بسيط بين الإخوة كان السبب في كشف حاجة هتفضل خالدة للأبد. راحت عيلة عبد الرسول بعد ما باع تاريخ بلدها. اوعى تفرط في تاريخ بلدك مهما كان التمن. لو الحكاية عجبتك اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. تحيا مصر. وقول لي في الكومنتات لو كنت مكان عبد الرسول كنت عملت ايه.